السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي بسكوت بجوز الهند. عندي هنا ده جوز هند، وعندي هنا دي نص كوباية سكر بودرة. الكمية دي ممكن تعملي 3 كوبايات، انا هعمل نص الكمية. فانا عندي هنا كوباية ونص دقيق منخولين اهو، دقيق متعدد الاستخدامات، وعليه رشة ملح، وهنحط عليه البيكنج باودر دلوقتي معايا. وعندي دي نص كوباية سمنة. ممكن انت ال3 كوبايات تحط عليهم كوبايه الا ربع سمنه. تمام. وعندي بضايه، لان انا كوبايه ونص دي عليهم بضايه، 3 كوبايات عليهم بيضتين. تمام. وعندي هنا دول كيسين فانيليا، نحطهم مع بعض دلوقتي. وعندي هنا البيكنج باودر، هنحط كده حوالي، عشان ما تنفش معانا قوي، حوالي نص معلقه، بمقدار معلقه شاي صغيره. تمام كده على الدقيق، هتديله نفشه وطعم وريحه، لان طبعا ايه بالشكل ده. وهنقلب بقى رشه الملح مع البيكنج باودر. وعندي هنا السمنه وهنحط عليها السكر. احنا بنعمل على ضوء السبرتايه، على دفا السبرتايه، انتوا عارفين الجو ساقعه. هننزل كده عندي هنا بالسكر. بس بنسى الفيديو، متنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش يشترك في قناتي على اليوتيوب. هنمزج كده السمنه او الزبده، واللي حابب برضو يعملوا بزيت يعملوا بزيت، بس الزيت يكون نضيف وفاتح. وهنمزجهم كده مع بعض، افضل اقلب فيهم لحد ما يختلطوا خالص مع بعض. بصوا كده خلطنا اهو السكر مع السمنه لما اختلطوا مع بعض خالص. هننزل كده عندي هنا بالبضايه، وهنقلب برضو. بنفضل نقلب كده لحد لما اللون يفتح خالص. البضايه عندي هنا انا حطاها بدرجه حراره المكان، مش طلعتها من التلاجة وعملتها. نفضل نلف كده مع بعض. بصوا اللون عندي، بصوا فتح ازاي وبقى جميل ازاي. هننزل عندي هنا كده بالبيكنج باودر، بالفانيليا قصدي، زي ما انتم شايفين كده. هننزل عندي كيسين الفانيليا، انا بحب اللي احط لها فانيليا كتير. كده بالشكل ده كده. هننزل عندي كده بجوز الهند برضو. انا حطيت كده معلقتين دقيق زي ما انتم شايفين كده، وهنقلب. وبعد كده هنستعمل ايدينا، عامل بس لحد لما تتماسك معانا. بص انا عندي عجينه هنا خلاص كده جاهزه اهي زي ما انتم شايفين كده. عندي كده هنا هنعمل كور زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الكور دي، هعملها واوريكم هنعمل ايه بعد كده. وده كده البسكوت بتاعنا، واحنا قطعناه قسمناه كده. عندي دي كده قطعت، دي بتعمل اشكال كده اهي زي ما انتم شايفينها. ممكن نعمل بيها بسكوت كحك، هشكل بيها كده زي ما انتم شايفين، زي بتاع بره الجاهز. وده كده الشكل بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هدخله الفرن بقى على 180 او من 180 ل 200 درجه، وهقدمه لكم بعد ما يستوي. لو انتوا بقى حابين بقى تدهنوا وشه بلبن وتحطوا جوز هند عليه تاني، لكن انا عاملاه كده. تمام. الشكل ده مش هينفع احط عليه جوز هند. انا هدخله الفرن، ولما يرجع لما يطلع هقدمه لكم. ده كده البسكوت بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين الشكل والجمال والريحه والطعم ما اقولكوش. اكتر معاكم واحده. بصوا حتى بصوا السوا بتاعه اهو، دايب ومقرمش. بصوا بيتكسر ازاي، مش ناشفه خالص ولا حاجه، وجميله وسهله وسريعه. والتكلفه يعني اقل حاجه، يعني احنا كوبايه ونص دقيق عملت لنا الكميه دي، وبضايه واحده، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه سمنه، وكيسين فانيليا، ومعلقه بيكنج باودر واحده بس. بيكنج باودر، اي بيكنج باودر بقى انتوا تحبوا تحطوه. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. حاجه سهله وبسيطه من البيت وغير مكلفه. انا بروح اجيب ربع كيلو القراقيش او البسكوت ب15 ب20 جنيه، وطبعا ما بيبقاش الكميه دي، ما بتكملش اسبوع معانا.
يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا في القناه على اليوتيوب اكلات بيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.